السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، النهارده هعمل معاكم غريبة. يا نعمة يا غريبة، هنعمل معاكم غريبة ناعمة. شوفوا عاملة ازاي بجد، ناعمة ودايبة دوب كده، بتدوب في البق والله يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، بمكونات سهلة كده وبسيطة، ويعني طريقتها كده سهلة وبسيطة يا حبايب قلبي. لو أول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي واللي ما اشتركش في القناة، فضلا وليس أمرا يشترك ليا في القناة وفرحوني كده وادعموني يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، بجد دعمكم ليا واشتراكاتكم ولايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة بتسعدني وتفرحني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل. أول حاجة يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين معانا نص كوباية سكر بودرة مطحون، ومعانا كوباية سمنة، ومعانا كوبايتين دقيق. هي دي مكونات الغريب، هي دي يا حبايبي مكونات الغريب بالكوباية. لو بالكيلو هنعمل كيلو دقيق، هنحط عليه نص سمنة، هنحط عليه كوباية سكر زي ما هي. بسم الله ما شاء الله، ربع سكر، عفوا ربع سكر. كيلو دقيق هنحط عليه نص كيلو سمنة، هنحط عليه ربع سكر. هنمسك بقى الكلام الجميل بتاعنا ده، السمنة مع السكر، وهنضربه كده بالمضرب ضرب كويس زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، لحد ما تبقى كريمي معانا كده. وبعدين هننزل بباقي المكونات بتاعتنا. شوفوا قوامها ابيض ازاي وبقت عاملة زي الكريمة. هنضرب فيها شوية كمان، وبعدين هننزل بالدقيق بتاعنا. ما شاء الله، شوفوا بقت زي الكريمة حبايب قلبي. هننزل بقى بالدقيق واحدة واحدة كده تدريجي، ونقلبه كده كويس بالمضرب زي ما انتوا شايفين انا قلبته كده بالمضرب. وبعد كده هنشيل المضرب الجميل بتاعنا ونحط باقي الدقيق، ونستخدم باقي ايدينا يا حبايب قلبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك الجميل بتاعكم كده وفرحوني ويسعدوني. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. اول حاجة كده هعملها من حاجات العيد، لسه بقى هنعمل البسكوت والكعك والبيتيفور والحاجات الحلوة يا حبايبي. انا ابتديت بالغريبة السنة اللي فاتت، انا ما عملتهاش والله، يعني قلت لازم اعملها اول حاجة عشان ما انساهاش. دلوقتي لفينا العجينة بتاعتنا، شوفوا بقت متماسكة وحلوة ازاي. هنشيل الخليط بتاعنا الجميل ده ونعينه في الفريزر في التلاجة حوالي نص ساعة ترتاح العجينة معانا يا حبايب قلبي. وبعد نص ساعة هنا طلعنا العجينة، هنبدأ بقى نكور فيها كور صغيرة كده ما شاء الله. الكمية دي هتملى صينية حلوة والله يا حبايبي، المقدار ده حلو. بس الصراحة أنا لما بعمل كيلو دقيق، يعني بحط عليه المكونات بتاعته. هو كيلو دقيق بحط عليه نص كيلو سمنة، وأحط عليه ربع كيلو سكر. السكر بتاع الغريبة لازم نطحنه يا حبايبي. هنكور بقى في العجينة بتاعتنا. معانا هنا صينية، ومعانا طبعا العجينة بتاعتنا هنكور فيها. لو عايزين مثلا تحطوا كاكاو بتحطوا عادي خام. لو عايزين يعني تخلي لونها بني وحلوة كده، بس انا بفضل اعملها بيضة لاني بحبها بيضة. ما شاء الله هنكورها يا حبايب قلبي. ويا ريت يا حبايبي كده لاول مرة يشوفوني، لو ما اشتركوش في الفيديو بتاعي يشتركوا كده ويفرحوني بالاشتراك في القناة. هنكورها اهو زي ما انتوا شايفين، كور صغيرة. ممكن يا حبايب قلبي يعني عايزة تكبري بتكبري، التقطيعة دي حسب ايدك انت. انا بحبها الحجم ده ما شاء الله، وزي ما هي كورة برصها كده في الصينية. وبعد كده يا حبايب قلبي بحطها في نار هادية خالص، واسيبها كده حوالي 10 دقايق. بلاقي القريبة بتاعتي يعني اصفرت من تحت خفيف كده. وبعد كده بطلعها ما شاء الله. وهنا خلصنا الصينية تقطيع، وهنجيب بقى حبة سوداني نشكل الغريبة الجميلة بتاعتنا بيه. لو عايزين يا حبايبي تسيبوها سادة زي ما هي بتسيبوها، في خرز كده بنباع للغريبة برضو. خرز ده غذائي يعني مش خرز اي حاجة. بنزينها بيه برضو. وانا حطيت سوداني وهسيب شوية بيت زي ما هما كده من غير سوداني، وبتطلع معانا يا حبايبي النتيجة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة. بجد يا حبايبي جربوا الطريقة دي مش هتندموا عليها. وعشان تطلع معانا مش مشققة ولا تفرش ولا بتسيح، احنا بنعجنها بالمقادير دي بالظبط، وبندخلها التلاجة حوالي نص ساعة. بعد النص ساعة بنطلعها بقى نشكلها. انت بتشكلها زي ما انت عايزة، عايزاها كبيرة كبيرة، عايزاها صغيرة صغيرة. وفي الآخر النتيجة واحدة والطعم واحد، وبتطلع ما شاء الله عليها. وبألف هنا وشفا كده للي كل، وبألف هنا وشفا للي شاف الفيديو واللي اتفرج عليه. بسم الله ما شاء الله. هنا يا حبايبي هندخل الصينية الفرن على نار هادية خالص ما شاء الله. شوفوا النار عاملة ازاي هادية. هنسيبها حوالي 10 دقايق، وأول ما نحس لونها من تحت كده اصفر خفيف بنطفي عليها.
هنا الصينيه استوت اهي يا حبايبي، شوفوا زي ما انتم شايفين، مش مشققه خالص، بس انا كنت مزنقه كام واحده يعني في النص كده، لزقوا في بعض. ما شاء الله ماشي الحال، مش هتخسر. يا ريت صينيتين تلاتة من الحاجات الحلوه دي. هنا هنعبيها كده في الطبق الجميل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شوفوا عامله ازاي وشكلها عامل ازاي، ما شاء الله. انا طبعا طلعتها سخنه عشان كده هي مبصمه معايا كده، بس هي هتتاكل مش هتقعد. عشان تطلعيها من غير ما يعني تتخربش او كده، بتشيلوها في التلاجة حوالي 10 دقايق الصينيه، وبتطلعوها بتطلع معاكم زي الفل ما شاء الله عليها. بجد طعمها جميل جدا، ويعني ما شاء الله والله ما قادره اقول لكم على حلاوتها وعلى جمالها. يعني انا من حلاوتها انا عماله اكل فيها ما شاء الله يعني. وبكده خلصت الفيديو بتاعي حبايبي، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.